النهاردة هنعمل مع بعض كشري المحلات الأصلي بصلصة مسبكة ودقة تظبط الدماغ وبصل مقرمش هيفضل مقرمش معاكم طول الوقت. لو عايزين تعرفوا سر التقلية صح زي أكبر محلات الكشري تابعوا معايا الفيديو ده للآخر. يلا بينا نبدأ. أول حاجة بقى هنعمل مع بعض كل الحاجات اللي احنا بنعملها من بالليل ونبيتها وبعدين تاني يوم نبدأ نعمل الكشري. أول حاجة بقى هنعمل الدقة مع بعض. هجيب بولة هنزل عليها بقى بمعلقة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة، وبعدين هنزل عليها بمعلقة برضو من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل، معلقة صغيرة من الكمون، نص عصرة ليمونة كاملة، ربع مج صغير من الخل، وبعدين هكمل باقي البولة بقى كده عندي بالمية. هغطيها بقى وانقعها كده من بالليل، هسيبها كده تتنقع كده مع بعضها ليلة كاملة. وبعدين عندي هنا كوباية مج كده حلو من الحمص، وانا عندي هنا حمص الشام انا بجيبه صغير، يعني انا مش بحب اعمله بالكبير خالص، الصغير في الكشري بيبقى حلو قوي. هنزل بقى عليه طبعا بالميه وبعدين هسيبه برضو من بالليل يبات لحد تاني يوم الصبح. تمام. عندي هنا بقى العدس برضو مج برضو من العدس، وبعدين هزوده برضو كوبايه من الميه واسيبه طبعا من بالليل. خلاص كده احنا عملنا كل الحاجات اللي احنا هنبيتها من بالليل. نيجي بقى تاني يوم، حله بقى على النار احط فيها ميه بملح، وبعدين هسيب الميه تغلي بقى. على ما الميه تغلي هنكسر كده مع بعض المكرونه. انا عندي هنا نص كيلو من المكرونه السباكيتي، هكسرها كده كل شويه كده مع بعض. هنقطعهم بقى، هنكسرهم. عايزين بقى تعملوهم 5 قطع، عايزين تعملوهم 4، زي ما بتحبوا حجم المكرونه يكون قد ايه. خلاص الميه عندي هنا غليت، هنزل بقى عليها بالمكرونه، هديها كده تقليبه، وبعدين هنزل عليها بمعلقه من الملح. انا طبعا نسيت احط الملح خالص في الاول. وبعدين هنزل بقى عليها برضو بنص كيلو من المكرونه المدوره بس الصغيره. برضو في الكشري انا بحب ان انا استخدم المكرونه الصغيره مش الكبيره. هسيبهم بقى كده مع بعض يستووا. طبعا هدي عليها النار شويه. تمام كده خلاص. طبعا انتوا بتشوفوها، لو لقيتوها خلاص استوت بنطفي عليها النار بقى ونصفيها وتبقى خلاص كده خلصت معانا. يلا بقى انا كده خلاص طفيتها. هنجيب بقى الحله بتاعتنا على النار وهنزل عليها بشويه زيت كده، هسيبهم يسخنوا وبعدين هنزل عليهم بالمكرونه. هقلبها كده بقى مع بعض. انا هنا كده بشوح المكرونه بتاعتي علشان خاطر بعد ما اشوحها كده في الزيت خلاص هتكون جاهزه معايا. هنزل بقى عليها بمعلقه كده من الملح، هقلبهم بقى كده مع بعض. هفضل بقى ان انا اقلبهم كده مع بعض لحد ما كلهم كده يتشوحوا في الزيت كويس قوي، زيت مع معلقه سمنه. شايفين عامله ازاي مفلفله ازاي، مش متعجنه خالص. يلا بقى كده العدس كده الحمص بتاعي طبعا هو خلاص احنا كده نقعناه من بالليل. ده كده تاني يوم. شايفين الحجم بتاعه اتضاعف ازاي، شايفين حجمها كبر ازاي. هنا بقى ما ياخدش معايا سوا خالص. والعدس برضو نفس الموضوع، العدس كده تاني يوم شايفين الحاجات اللي عليه دي مش بتكون حلوه خالص، فاحنا بنصفيه من الميه بتاعته دي ونبدا بقى ان احنا نسويه. يلا بقى حله على النار. انا هنا الحمص صفيته من الميه بتاعته كويس وشطفته كويس جدا وصفيته، وبعدين جبت بقى حله على النار حطيت فيها الحمص وبعدين زودتها بالميه. هسيبه بقى يستوي، مش هياخد معايا سوا خالص. ليه؟ لان احنا يعني خلاص نقعناه من بالليل، فهو في السوا مش بياخد سوا نهائي. العدس نفس الموضوع برضو شطفته كويس جدا، يعني انا صفيت الميه بتاعته اللي هو كان بايت فيها وبعدين شطفته كويس جدا وصفيته. وبعدين حله برضو على النار يلا، وبعدين هنزل عليها بالعدس ونزوده برضو ميه. شايفين الميه ازاي لحد فين. وبعدين هسيبه بقى على نار هاديه جدا. العدس يا جماعه بيستوي على نار هاديه جدا. يلا بقى نعمل مع بعض الصلصه بتاعتنا. انا عندي برضو حله على النار هنزل عليها بشويه زيت كده حلوين ومعلقه من الثوم المفروم وعليها شويه ملح. هفضل بقى اقلب فيهم كده لحد ما لون الثوم بتاعي يبقى لونه ذهبي. اول ما يوصل للون الذهبي بتاعي هبدأ بقى ان انا انزل عليه بنص مج صغير كده من الخل. شايفين؟ هقلبهم كده مع بعض، مش عايزه اقول لكم ريحه تجنن. هبدأ بقى انزل عليهم بلتر من الصلصه. انا هنا فرمت حوالي كيلو من الطماطم. تمام، كيلو من الطماطم بيديني كده حوالي لتر برضو من الصلصه. فرمته وبعدين صفيته من التفل بتاع الطماطم، وبعدين نزلت بقى عليه كده على طول. هقلبهم بقى كده مع بعض
وبعدين هسيبهم بقى على نار هاديه يتسبكوا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. اول ما يوصل للمرحله دي هبدا بقى ان انا انزل عليهم بنص واحده جوز الطيبه. دي بقى بتودي الصلصه في حته تانية خالص. هتاكلوا صلصه كده زي بتاعه محلات الكشري بالظبط، احسن كمان. خلاص اول ما تتسبك معايا بالشكل ده خلاص وتبخر كل الميه بتاعتها، هزودها بقى حوالي ربع مج كده من الميه. هسيبهم يغلوا مع بعض. اول ما يبداوا يغلوا مع بعض ويكون هو ده القوام بتاعها، يبقى خلاص الصلصه بتاعتي كده بقت جاهزه معايا. شايفين هو ده كده القوام اللي احنا عايزينه. كده بتكون الصلصه خلاص جاهزه معايا. طبعا دي الدقه اللي احنا نقعناها مع بعضها كده امبارح. حله برضو على النار كده، وبعدين هسيبها تغلي غلوه واطفي عليها، وكده بتكون خلاص خلصت معايا. يلا بقى نبدا نعمل كده رز الكشري تحفه، مش عايزه اقول لكم يجنن. عندي كوبايتين من الرز هغسلهم كويس جدا واصفيهم. وبعدين يلا بقى حله برضو على النار، هحط فيها شويه زيت. وبعدين عندي هنا بصلايه حلوه كده، يعني بصلايه كبيره مفرومه فرمتها في الكبه. هنزل بقى عليه هنزل بالبصل، وبعدين هقلبه تقليبه كده. هنزل عليها بمعلقه من الملح، هقلب برضو. انا عندي هنا عملت كوبايتين من الرز، كل كوبايه رز ليها معلقتين شعريه وليها معلقتين من العدس الاصفر. انا عندي هنا كوبايتين من الرز، حطيت دلوقتي 4 معالق كبار من الشعريه. هفضل بقى ان انا اقلبهم كده مع بعض، هفضل اقلب فيهم لحد ما لونهم يوصل للون ده. شايفين اول ما يوصل معايا باللون ده البصل مع الشعريه، هبدا بقى ان انا انزل عليهم بالرز بتاعي. طبعا انا هنا الرز غسلته وصفيته زي ما انا قلت لكم. هنزل كده بالرز بتاعي واديله يلا كده تقليبه حلوه قوي. هفضل اقلب فيه كده لحد ما كلهم كده يتخلطوا مع بعض كويس جدا. طبعا انا هنا برضو مجهزه 4 معالق كبار من العدس الاصفر، انا غسلته برضو كويس جدا وصفيته. هبدا بقى ان انا انزل بالعدس كده، ويلا برضو نقلبهم كده مع بعض تقليبه حلوه قوي. نفضل كده نقلبهم مع بعض لحد ما كلهم يعني برضو يختلطوا كده مع بعض. طبعا بقى اكون عندي ميه مغليه في الكاتل كده، وابدا بقى ان انا انزل عليهم بالميه المغليه. ميه مغليه كده يا دوب الميه تغطي الرز كده يا دوب، يعني مش كتير، حوالي نص سنتي كده. خلاص كده بقى يلا بقى اغطي عليه واسيبه يستوي كده مع نفسه. اول ما الاقيه عمل اللي هي الخروم اللي بتبقى في الرز دي، اوطي بقى عليه النار جدا، يعني خليه بقى يستوي باقي السوا بتاعه على نار هاديه قوي. تمام، هيطلع بقى معايا مفلفل وطعمه يجنن. جربوا الرز بتاع الكشري ده، خطير يا جماعه والله خطير. خلاص كده خلصنا الرز، يلا بقى نبدا نعمل البصل او الورد زي ما انتوا يعني مش عارفه انتوا بتقولوا ايه عليه عندكم في بلدكم. يعني عندي هنا كيلو من البصل غسلته كويس جدا. بعد ما غسلته قشرته وغسلته، بعدين نبدا بقى نقطعه زي ما انتوا شايفين كده شرايح، لا هي تخينه ولا هي رقيقه، تكون متوسطه كده. خلصت الكميه بتاعتي كلها، هبدا بقى ان انا انزل عليه بمعلقه كبيره من الملح، حوالي 5 معالق كبار من الدقيق. نفضل بقى نقلبهم كده مع بعض كويس جدا. اهم حاجه الدقيق، يعني اقلبه كويس في البصل كده، المهم يتشرب الدقيق كله. البصل ده انا عايزاه يتشرب كل الدقيق. تمام. عندي هنا بقى يلا الطاسه بتاعتي على النار. اهم حاجه ان فيها زيت، اهم حاجه ان الزيت بتاعي دوت يسخن كويس جدا. هنزل بقى اول ما الاقي الزيت بتاعي سخن كويس جدا، هبدا بقى ان انا انزل عليه بالبصل. طبعا انا مش هحط الكميه كلها، انا عامله كيلو من البصل، فانا هنا هحط كميه حسب الزيت. انا هنا حطيت نص الكميه. اهم بقى مرحله، طول ما البصل على النار افضل اقلب فيه، ما سيبش ابدا التقليب، افضل اقلب فيه، لان لو انا سبته كده شويه بيجي من الجناب بيتحرق كده ومش بيبقى حلو خالص. فانا طول ما هو على النار افضل اقلب فيه. هي مرحله متعبه شويه بس هيطلع معاكم حلو قوي. هفضل بقى ان انا اقلب فيه. اول ما يوصل للون الذهبي الحلو ده خلاص ابدا بقى ان انا اطلعه، ما يبقاش اغمق من كده ابدا، لان لو طلعناه يعني اغمق من كده بيكون لسه سخن، فلما بيطلع بره بيبقى يعني لونه خلاص بقى بيسود مننا. فاحنا نطلعه اللون الذهبي الفاتح ده، وده بيبقى لونه بقى الخطير بعد ما بنخلص. شايفين الجمال؟
تحفة تحفة تحفة. انا مش عايزة اقول لكم، انا طول ما انا بعمله انا بفضل اكل فيه كده زي الشيبسي. خطير، لازم تجربوه بالطريقة دي. وكده نكون خلصنا كل حاجة. يلا بقى نبدأ كده ان احنا نحضر طبق الكشري بتاعنا الجميل. اول حاجة بقى حطيت الرز، وبعدين هنزل عليها بالمكرونة. حط كده طبقة حلوة من المكرونة، وبعدين هنزل عليها كده بطبقة برضو من الصلصة. اوزع بقى الصلصة بتاعتي حلو كده، وبعدين هنزل بقى عليها بطبقة كده من العدس الحلو. العدس طبعا زي ما قلت لكم ما خدش سوا معايا خالص. وبعدين هننزل بقى بالورد القمر اللي احنا عملناه ده. شايفين الجمال؟ ومش عايزه اقول لكم القرمشه عامله ازاي، خطيره. يلا بقى اخر حاجه الحمص معانا. شايفين الجمال؟ يلا بقى كده ندوقه مع بعض. انا طبعا هنا ديت الدقه اللي احنا عملناها، طبعا بحطها على الكشري كده، ومش عايزه اقول لكم على طعمه يا جماعه، يجنن يجنن. لازم تجربوه بالطريقه دي. ما تنسوش بقى تقولي رايكم في الكومنتات، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو.